رايا وسكينة من جديد في الإسكندرية. يوم 21 ديسمبر عام 1921 تم تنفيذ حكم الإعدام في السفاحتين الكبار المشهورين رايا وسكينة داخل سجن الحضرة، واللي تقريبا كده لسه في ناس ماشية على النهج بتاعهم وبتمارس لسه نفس الجرائم بتاعتهم. فعشان كده جاي النهاردة اتكلم على اللي حصل في بيت المتراس. يلا بينا مع بعض. اللي قدامك دي الحاجة حميدة مصطفى، حاجة مشهورة عنها ان هي ست بتحسن لأي حد، ست محترمة جدا ومبسوطة ماديا، وكانت بتساعد كل الناس المحتاجة بمبلغ مالي او بسلع غذائية. الحاجة حميدة مصطفى مشهورة قوي في الحي الشعبي بحي غرب في الإسكندرية ومحبوبة جدا. اللي بيجمع منها وما بين الناس اللي هي طبعا السفاحين الجداد ان هم كانوا جيرة قديمة، فحبوا ان هم يستدرجوها لحد البيت اللي كان بيفصل بين البيت دوت وبيت السفاحتين القدام رايا وسكينة الحقيقيين.